ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس الخير المرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك، ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا وآمن بيوم القيامة وبجميع الملائكة وبجميع الكتب المنزلة وبجميع الأنبياء دون تفريق، وأنفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته ومن فقد أباه دون سن البلوغ وذوي الحاجة والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس، وصرف المال في تحرير الرقاب من الرق والأسر، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله، ودفع الزكاة الواجبة، والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين يصبرون على الفقر والشدة وعلى المرض وفي وقت شدة القتال فلا يفرون. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته، فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى، فإن عفى المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابل الدية وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، فعلى من عفى اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن والأذى، وعلى القاتل أداء الدية بإحسان من غير مماطلة وتسويف، وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة بهذه الأمة، فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم من الله تعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم بحقن دمائكم ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حده الشرع،
وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث بيّنت من يرث الميت ومقدار ما يرث. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية، فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي. إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا في الوصية فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه، وأصلح بين المختلفين على الوصية، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه. إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة، ومن أعظمها الصيام. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة، فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه، فمن زاد عن إطعام مسكين واحد أو أطعم مع الصيام فهو خير له، وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم أوجب الله الصيام بعد ذلك وفرضه على كل بالغ قادر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، أنزله الله هداية للناس، فيه الدلائل الواضحات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل. فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبا،
ومن كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها. يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر لا العسر، ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه وأعانكم على إكماله، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم عالم بأحوالهم سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم، فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي، لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية.